السلام عليكم. اليوم 2 سبتمبر 2024. من بعد الفضيحة اللي دارتها المخابرات المغربية للجزائر، الوفد الجزائري في تيكاد، واللي فضحات ودارت له فضيحة عالمية، واللي تبهدلوا فيها الجزائريين أمام الأفارقة بديك الدخلة اللي دار لهم داك الشاب المغربي من الوفد المغربي، وطرا مع على ديك اللافتة اللي غادي يحيدها البوليزاريو. وشفنا ديك اللقطه ديال داك الكارد كور، داك الفيدور اللي هز المغربي ورضخو في الارض، وخرجوا الجزائريين يفتخروا بان هاد اللقطه يعني افتخار الجزائر، والجزائر الشجاعه والبطوله. ولكن نساو بان اللقطه اللي مصور اللقطه راه هي المخابرات المغربيه، وان الصور كلها اللي راجت من تصوير المخابرات المغربيه، وان المخابرات المغربيه كانت راصده البوليزاريو قبل ما يدخلوا، وهي راصده المقعد اللي غادي يجلس فيه ديال البوليزاريو، وراصده الحركه ديالو حتى دخل وجلس وكاين تواطؤ ديال واحد الافريقيه معاه كتشير ليه بيدها من التحت كتقول ليه دخل زيد دخل لا يشوفوك، وجلس وجبد المحفظه ديالو وخرج منها اللافته وحطها قدامه، وبقات واحد الافريقيه تضحك، وكل شيء مصور موثق وحطها قدامه، واللافتة لا تشبه اللافتات الرسميه اللي حطاهم اليابان. وهنا غيدخل الشاب المغربي باش ينوض الضجه. كان فيهم مغاربه ما يمشيو لعند الوفد المنظم ويقولوها ليه ويجي ويحيدها لهم ويخرجهم، ولكن غدوز في صمت. والمغرب ما بغاش تدوز في صمت، بغاها تدوز بفضيحه. وبالفعل داكشي اللي وقع، ان المغرب دار لهم فضيحه تاريخيه. الافارقه كلهم بقاو يتسائلوا كيفاش كلهم عرفوا بان التزويره هو من الجزائر وجابوا اللافته معهم، يعني فضيحه. وهذه الفضيحه ما قدرش الجزائر تهضمها، لدرجه انهم جابوا اللي يسب في المغرب واللي يعاير، وهاد الايامات منوضين حمله ديال الاعتقالات في صفوف العمال المغاربه والحرفيين، واتهموهم بالجساسه، يعني خالقين واحد الشكشوكه كما يقولوا بعدا الجزائريين باش يغطيو على هذا الحدث، لان قهرهم. ما عرفوش بان المغرب في خبار واللعبه، ونعرف عرفوا واش غيديروا، ورصدهم قبل ما يقوموا بالحركه، ورصد الحركات ديالهم دقه دقه حتى دار لهم فيلم. وهذه صدمات الجزائريين. وفي نفس الوقت ديك الساعه من بعدها صيفطوا عطاف للصين باش يستجدي الصينيين في القمه الجايه انهم يحضروا البوليزاريو. الا ان الصين ليست ببليده ولا ساذجه، ولا الصين لن تخضع بحال هاد الامورات. اليوم كاين اجتماع ديال اندونيسيا مع دول افريقيا، حتى هما يمكن اجتماع تحضيري. في الدخول ديال الوفود قام التفتيش ديال الوفد الجزائري. الوفد الوحيد اللي فتشوه قلبوه دوزوه في الجمارك، والوفد الجزائري. وهذه فضيحه ثانيه عاوتاني، انك كاع الوفود يدخلوا عادي والوفد ديالك يدار ليه التفتيش. هذه اهانه للجزائر. زيد على ان اندونيسيا رفضت رفضا قاطعا باش يكون من بطوشه ولا وفد صحراوي ولا شي حاجه من هذا النوع. ومصيبه الجزائريين في غبائهم، ولانهم اغبياء كما كنقولوا ديما. يلاه في هذه الايام بقى الصوره ديال بن بطوش تطوف على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي دخل فيها عند غوتيريش لغرفه النوم، يعني اقتحم على غوتيريش غرفه النوم، وانه حرجو ما قدرش يطردو، وخدا معاه صوره وباين السرير ديال غرفه النوم في الفندق. يعني اهانه ما قدها اهانه، واعتبروها انجاز هما، وهي اهانه.
انك تدخل لغرفة النوم وتصور قدام النافذة والسرير باين، واللي شد الصورة واش تعمد انه يشد السرير باش يفضحك، او لا شدها لانه غبي وخرجت الصورة. الجزائر والبوليزاريو يفتخروا بها والعالم يضحك عليها. يعني مهزلة. وهذه الصورة كانت بمناسبة الذكرى الأولى لاستفتاء تيمور الشرقية على أندونيسيا. انت مصيفط بن بطوش يحتفل بحدث اللي قسم أندونيسيا، وغادي عند أندونيسيا باش تساندك في تقسيم المغرب. تعرفوا السذاجة والبلادة. ماضي نيجيري، يعني كي تكون بليد فأنت جزائري. يعني من هادو القيادة وبهذا الغباء، فماذا سنقول عن الشعب إن كانت القيادة غبية بهذا الشكل، وما تحسب ما تفهم ما تعرف الأبعاد ديالها، ما تعرف ما على بالهمش. فكيفاش غنعتبروا الشعب المحكوم؟ هادو الحكام أغبياء وقوموا شي أمال عارفين مسبقا أنهم سيهانون فيها وبها. كما غاديين عند هاي ولات اي دوله غادي دير لقاء افريقي معها خصها تقلب الوفد الجزائري، خصها دير عمليه الجمراكه التفتيش. تدخلوا لنا شي قنبولات انتوما فتشوكم احسن. واش هذه ماشي تبهديله للجزائر؟ ماشي اهانه للجزائر؟ يا راه حطت راسها في موقع الاهانه، فسي نورمال اللي يدوز هنا. واحد جالس حدا الزباله بغيت الناس يحترموه، راه جالس حدا الزباله. اللي فات يرمي الزبل في الزباله وترك حدا الزباله، اش غيديروا لك؟ تا قعدت حدا الزباله ولا تدخل وسط الزباله وتقول للناس ما تلوحوش الزبل؟ راه نفس الحاله. انت مدخل راسك في المساءله وبغيت ما يسائلوكش. ما عرفناش هاد الجزائريين كما قالوا المغاربه راك زاهد في الخساره حمادي. مزيان هكا نبغيو الحباب. يلا الله المعين.